السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه معايا النهاردة؟ تعالوا بقى نروح للحمام ونشوف الدنيا عندهم عاملة ايه. صباح الخير لو كنت بتشوفيني الصبح، ومساء الفل لو بتشوفيني بالليل، لان دي تقريبا من الحاجات اللي لازم اعملها كل يوم مهما كنت مشغولة ومهما عندي شغل. انا بصراحة اول حاجة بحب اعملها لما اطلع عند الحمام اني ابص عليهم واحد واحد واطمن عليهم. يمكن حد يقولي هو انتي كل يوم هتبصي عليهم؟ ايوه طبعا، لان الحمام لو اتعودتي تتابعيه كل يوم هتعرفي بسرعة جدا لو في حاجة مش طبيعية. يعني مثلا لو لقيت حمامة قاعدة لوحدها ومش بتتحرك زي عادتها، او منفوشة ريشها، او مش بتاكل، او شكلها مش طبيعي، هنا لازم اقف واشوف فيها ايه، لان المتابعة اليومية مهمة جدا واوقات بتخلينا نلحق المشكلة من بدري. تعالوا بقى الاول نشوف المية، لان المية من اهم الحاجات عند الحمام. لازم المية تكون نظيفة على قد ما نقدر، وما ينفعش نسيبها تتوسخ ونقول معلش، لان الحمام بيشرب منها طول اليوم، والنظافة بتفرق جدا. بصوا كده يا جماعة، اول حاجة ببص عليها هي السقايات، لو المية مش نظيفة بنغيرها، ولو في اي حاجة واقعة فيها بنشيلها. والحاجة دي مهمة جدا خصوصا في الحر، لان المية بتتوسخ بسرعة. وبعدين نبدأ بقى في الاكل، ودي احلى لحظة عندي بصراحة، لما احط الاكل والاقيهم كلهم جايين ناحية الاكل، بسم الله ما شاء الله. بصوا عليهم وهم بيتجمعوا، كل واحد عايز ياكل الاول. والحمام لما يكون صحته كويسة ونشيط بتلاقيه مقبل على الاكل وبيتحرك كويس، ودي من الحاجات اللي بتخليني اطمن عليهم. وطبعا يا حبايبي الاكل لازم يكون مناسب ونظيف، ومش اي حاجة نرميها وخلاص. كمان ما نكترش اكل زيادة عن اللزوم ونسيبه يفضل موجود ويتوسخ. اللي احسن نتابع الحمام ونعرف الكمية المناسبة للعدد اللي عندنا. وانا بحط لهم الاكل كده بحب اقعد ابص عليهم شوية، والله العظيم الواحد بيتعلم منهم حاجات كتير. كل واحد ليه طبعه، وكل حمامة بتحس انك عارفاها. دي بتحب تزاحم، ودي هادية، ودي اول ما تشوف الاكل تجري، ودي تقعد مستنية لحد ما الزحمة تهدى. تعالوا بقى نشوف الزغاليل. اهم حاجة عندي اني اطمن عليهم وهم واهاليهم بيأكلوهم. الزغاليل لازم نتابعها كويس جدا، لانهم اضعف من الحمام الكبير وبيحتاجوا اهتمام اكتر. نبص عليهم كده ونشوف شكلهم، هل شكلهم كويس؟ هل نشيطين؟ هل اهلهم بياكلوا؟ هل اهلهم بيأكلوهم؟ هل مكانهم نظيف؟ كل الحاجات دي مهمة جدا. واللي بيربي حمام لازم ما يبقاش همه بس انه يحط اكل ومية ويمشي، لا، لازم يبص ويتابع ويعرف الحمام بتاعه، لان في فرق بين انك تربي وخلاص وانك فعلا تهتمي وتتابعي. انا مثلا كل يوم لما اطلع بحاول ابص على الاعشاش، اشوف في بيضة ولا لا، في زغلول جديد ولا لا، في حاجة محتاجة تتنضف ولا لا. ولو في بيض ما نفضلش نمسك البيض كل شوية ونقلب فيه من غير سبب، نخلي الحمام هادي ومطمن في عشه، خصوصا الحمام اللي لسه بيحضن او عنده زغليل صغيرة. وبرضو من اهم الحاجات يا جماعة النظافة. انا عارفة ان تربية الحمام بتعمل وساخة، وده شيء طبيعي خصوصا لما العدد يزيد، لكن على قد ما نقدر لازم نهتم بالنظافة، لان المكان لما يكون مليان اكل قديم وفضلات ومية واقعة طول الوقت ده مش كويس للحمام. فحتى لو كل يوم شوية تنظيف بسيط ده بيفرق جدا. مش لازم كل يوم تقعدي ساعات، لكن مثلا تشيل الاكل الباقي لو باظ، تبصي على المية، تنظفي المكان اللي محتاج، وتشوفي الاعشاش. الروتين اليومي البسيط احسن من اننا نسيب المكان يتراكم وبعدين نتعب في تنظيفه. وبصراحة يا جماعة
انا شايفة ان اهم نصيحة لاي حد بيبدأ يربي حمام انه يبدأ بعدد على قد امكانياته. يعني ما نجيبش عدد كبير جدا واحنا لسه مش عارفين هنأكلهم ايه ولا هنهتم بيهم ازاي. بالله عليكي لو وصلتي معايا لحد هنا تعملي لي لايك وتشتركي في القناة. بالله عليكي نفسي القناة بتاعتي تتفعل. الله يديكي ويرضيكي ويوسع عليكي. يلا هتعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتشاهدي الفيديو كامل. ابدأوا بالراحة، اتعلموا، اعرفوا الحمام، اعرفوا طباعه، وبعد كده ربنا يوسع عليكم. كمان لازم يكون المكان فيه تهوية كويسة والحمام يكون مرتاح. المكان المكتوم والمهمل مش كويس، وبرضو لازم نحاول نحميهم من الحر واهم حاجة عندي بصراحة اني كل يوم اطمن ان مفيش حمامة تعبانة، لان اوقات الحمامة بتبان عليها علامات انها مش كويسة، فالمتابعة بتفرق جدا. يعني لو لقيت حمامة مش بتاكل او قاعدة لوحدها او منفوشة او حركتها مش طبيعية ما نتجاهلش الموضوع ونقول يمكن بكرة تبقى كويسة. الافضل نعزلها عن الباقي لو شكينا انها مريضة ونشوف السبب ونتصرف صح، ولو الحالة مش واضحة نستشير طبيب بيطري. بصوا بقى على المنظر ده، انا مهما اتكلمت مش هعرف اوصف قد ايه بحب اقعد اتفرج عليهم وهم بياكلوا وبيتحركوا. والله يا جماعة تربية الحمام محتاجة صبر ومسؤولية، مش مجرد هواية وخلاص، لان دول ارواح ولازم نهتم بيهم ونوفر لهم الاكل والمية والمكان المناسب. والحاجة اللي بحب اقولها دايما ما تستعجلوش في تربية الحمام، اتعلموا واحدة واحدة واسألوا الناس اللي عندها خبرة، وكل يوم هتتعلموا حاجة جديدة. انا كمان بتعلم كل يوم، ومش معنى ان الواحد بيربي من فترة انه عارف، بالعكس كل يوم ممكن تشوفي موقف جديد وتتعلمي منه. طيب يا حبايبي انا كده اطمنت عليهم، حطت لهم الاكل وشفت المية وبصت على الزغاليل والعش والحمد لله الدنيا كويسة. وطبعا هسيبهم دلوقتي ياكلوا براحتهم، وانا كمان هفضل ابص عليهم شوية كده واستمتع بيهم، لان بصراحة دي من الحاجات اللي بتفرحني جدا. قولولي بقى في التعليقات مين عنده حمام ومين نفسه يبدأ يربي حمام، وايه اكتر حاجة بتحبوها في الحمام والزغاليل. ولو عندكم اسئلة عن الحمام او حابين اصور لكم روتين معين اكتبولي وانا اعمل لكم فيديو عنه ان شاء الله. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك واشتراك عشان نكمل مع بعض كل يوم في روتين جديد مع الحمام والزغاليل. يلا بقى اسيبكم دلوقتي ونشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة يا حبايبي، مع الف سلامة.